السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتنا في كل مكان، ان شاء الله نبدأ معاكم بيوم جديد، وخير ما نبدأ به الصلاة على رسول عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يا رب فيديو النهاردة خفيف على قلوبكم وتشجعونا وتدعمونا علشان نكبر بيكم. الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لنعبده ونتوب إليه. اللهم اجمع شملنا في هذا البيت على طاعتك، واجعله في مودة ورحمة. اللهم يا حي يا قيوم فك رهان منزلي من العيون الحاسدة، واجعله عامرا بذكرك. اللهم اجعل أمي وأبويا من السعداء، وجزاهم عني خير الجزاء. اللهم احفظ عائلتي فوق كل أرض وتحت كل سماء، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم بارك في أعمارهم وصحتهم، وارزقهم راحة القلب والسعادة في الدنيا والآخرة. يا صباح العسل على أحسن متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي وحشين. الله يصلح حالكم يا رب واكبر بخاطركم يا رب. أنا مبسوطة منكم والله، زي ما بتكبروا بخاطري كده الله يسترها معاكم واكبر بخاطركم يا رب. احنا الوقت بدأنا في النقاشة اهو. أبو أحمد الغالي يبنني أخو أحمد. طبعا اخويا يما، ده ابو احمد يا جماعه، جوز سماح اختي الكبيره. هو شغال نقاش، وشكلها وحش قوي لو جبنا واحد غريب، وبعدين دي بيته، ما ينفعش نجيب حد غريب وابو احمد موجود. ربنا يصلح حاله يا رب، ويرزقه برزق ولاده يا رب. يا اللهم رب امين. يا رب. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، كان بيصنفر، وبعد الصنفره بيسقي دلوقتي الوزره بالمعجون، زي ما انتوا شايفين كده بصبعه، ومعاه السكينه بتاع المعجون، يجيب بالسكينة ويحط زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين يمشي صبعه بالمعجون على الوزرة كده عشان يسقيه. وبعد كده شايف اي حاجة في الجدار او في الحيطة مفتحة، معجنها يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بيصنفرها في الاخر بقى. شفتوا يا جماعة الجدار؟ الجدار زي الفل اهو، الله يصلح حاله ويعينه. وبعدين ده حاجة بسيطة كمان، يعني في شرخ بسيط، مفيش الا دخلت بس الطرقة هي اللي اللي بايظة شوية، زي ما انتوا شايفينها كده يا جماعة. دي دخلت الطرقة اللي بتودينا المطبخ القديم والحمام اهو يا جماعه. حاشي اللي متقشر زي ما انتم شايفين ومعجونه، وبعدين بيصنفروا في الاخر بقى بيبقى ناعم، الجدار بيبقى ناعم قوي عشان يبدا يدهن ان شاء الله. الله يصلح حاله ويعينه ويرزقه برزق عياله يا رب، يا رب. وخليه لعياله يا رب ويهدهم له. اللهم امين يا رب. ده ابننا وحبيبنا برضه، مش جوز بنتنا بس، ده ابن عمتنا وحبيبنا واخوه احمد ابو مالك اخوه طبعا كبير. طبعا اخويا الكبير. والله هو عندنا اخوه، يعني مش بقول كلام. يعني جوز اختي دي إيه. او جوز اختي دي هم الاثنين انا معتبرهم اخواتي الكبار يعني. هو ملوش اخوات الا هم، ربنا يصلح حالهم يا رب. واسترها معاهم يا رب، وارزقهم برزق عيالهم يا رب. يا رب. واسترها معاكم انتوا وهم، واهدلهم عيالهم واهدلكوا عيالكوا يا رب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ابو احمد جاب الجراد للدهان، جاب 3 كده او 4، وبدأ يفتحهم واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، وهيطلع الكيس بيفتحه وبعدين يفضي، وبعدين بيجيب شويه ميه كده ويخدخد الكيس، وبعدين يحط على طول اهو يا جماعه. زي ما انتم شايفين هو فضى اول كيس اهو، وبيعمل بيده كده بنزل من فوق لتحت كده، وبعدين بحط له شويه ميه في قلب الكيس، بيخدخد الكيس، وبعدين بيحط بقى الباقي زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. خدخد الكيس اهو، وهيحط في الجردل على طول، وبعدين يصفي الكيس، وبعدين بيرميه بقى، ما عادش محتاجينه بقى في اي حاجه. هيعمل بقى ال3 زي بعض يا جماعه، عشان يعمل ال3 جرادل في بعض، يعمل الخلطه كلها ببعضها اهو يا جماعه. ربنا يصلح حاله، ربنا يعينه ويصلح حاله ويرزقه برزق عياله يا رب. يا رب اللهم امين. ويرزقكوا برزق عيالكوا ويسترها معاكوا انتوا وابو مالك وكل الناس يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب وفديكوا وفدلكوا عيالكوا يا حبايبي. انت مبسوطه النهارده؟ خلاص احنا بدأنا نشطب اهو، ما عادش الا حاجات بسيطه. انا مبسوطة والله من غير حاجة يا حبيبي. ربنا يخليك يا ست ربنا الكل. يوفقكوا يا رب ويصلح حالك، ربنا يخليك يا ست الكل. وخلي لك عيالك وخليك لهم يا حبيبي، اللهم امين. انت والسامعين يا رب. اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا بدأت اصور لكم السقف بتاع المطبخ، عشان ابو احمد هيديله وش بطانه، عشان هو اصلا متوسخ خالص. دول الاوضه اللي كان فيها المعشات ولا المعاش. المعاش بتاعك. ايوه المعاش بتاعه. بدأ بقى يخبطها وش بطانه كده عشان يفوقها، عشان يخبط بقى الجنوب وشاش بقى بطانه كده ان شاء الله.
عشان تبقى بيضة كده وحلو، عشان لما يعمل البطانة دي يدهنها بقى الوش اللي انت عاوزينه. الوش الاخير يا جماعه هو يخبط الاخير، البيت الاول وش بطانه، بيفوق الجدار كده. او من السقف كده لما الدي الابيض ده، وبعدين ينزل بقى ايه تحت. هنا في البلكونه يا جماعه، وصل البلكونة اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، بيخبط برضو السقف وش بطانه، عشان الوش القديم اللي انتوا شايفينه دلوقتي ما عادش هيبقى اللون اللي انتوا شايفينه ده، هيبقى ابيض. ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي، وخليك وفاديك لعيالك ولشبابك يا رب. يا رب. انت وابو احمد وكل السامعين يا رب. ربنا يفاديك ويفادلكوا عيالكوا، واكبر بخاطركوا يا رب، واكبر بخاطرك يا ابني، زي ما بتكبر بخاطرنا كده اهوت، ومش مخليني محتاجة حاجة. ربنا يطول في عمرك لنا يا رب، انت وابوك والسامعين يا رب، ويعينك يا ابو احمد، ويبارك لك في عيالك وفي مالك وفي عيالك وفي صحتك، وارزقك برزقهم يا ابني يا رب، انت وكل المسلمين. واصلح حالكوا يا ابني ويعينك. زي ما انتوا شايفين السقف بقى ابيض زي الفل. الله يعينه ويصلح حاله يا رب، وخليه لعياله ويهدهم له. هنا بقى يا جماعه ابو احمد بدأ يخلص السقف بتاع البلكونه، دهنه كله ابيض اهو، وهيجيب الفرشه الصغيره ويدهن الجبس بقى بالمره، عشان هو اول حاجه بيدهنها السقف، عشان وهو نازل كده على طول يخلص. زي ما انتوا شايفين كده، هيجيب بقى الفرشه الصغيره ويدهن ايه الجبس اهو يا جماعه، زي ما انتوا شايفين اهو. خلص السقفيه وبيدهن الجبس زي ما انتوا شايفين اهو. تشتغل بالفرشة الصغيرة عشان يوضب الجبس الابيض ده بقى وخليه حيل. الله يعينه ويرزقه يا رب ويصلح حاله. واللون اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه ما عادش هيبقى موجود بقى ان شاء الله. اللون اللي موجود دلوقتي ما عادش هيبقى موجود. اتخيلوا كده هيبقى موجود ايه، لون ايه. اللي هم عاوزين اللي قال عليه. هما يقولوا في التعليقات يا ماما، هما يقولوا في التعليقات النهارده احنا عايزين لون ايه. خلاص. يقول اللي هم عايزينه نعملهم له، وملناش بركة الا هم. ابو احمد يا جماعه خلص بقى السقفيه وخلص الجبس، بدأ يخش ايه في الحيطان. بيخبط الحيطان ده يا جماعه وش بطانه، وش بطانه. لما تنشف خالص بيبدأ بقى الوش الاخير، يحوش بس ايه الملامح ايه القديمه، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. بيخبط بقى الايه الوش البيت كله وش بطانه، وبعدين برضو بيخش الاوض وش بطانه برضو، زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهو. ما عادش منقوش ولا عاد حاجة، هيبقى ابيض كلته بقى، على ما انت ايه تقول انا عاوزين الوش الاخير شكله ايه. اه، بيعمل الحيطان كلها توي الدهان المنقوش كله اهوت، وما عادش فيه حاجة. ربنا يصلح حاله ويرزقه برزق ولاده. يا رب. هو يا يستاهل رب. كل خير بصراحه. ربنا يعينه ويرزقه يا رب. هو واللي زيه، وولادكم وولاد المسلمين يا رب. يا رب. والله وحشني يا حبايب قلب. الله يصلح حالكم يا رب. جدعانوا كده، شجعونا، شجعونا كده، وخليكم واقفين في ظهرنا كده. هنا بقى يا جماعه زي ما انتوا شايفين اهو، دخل كمان اوضه الضيوف اهو، عامل السقف برضه ابيض اهو، وهيدهن الجبس برضه معاكم. الالوان اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه ما عادش هتشوفوها خالص. ابو احمد برضه دخل اوضه الضيوف زي ما انتوا شايفين اهو، خبط برضه وش بطانه السقفيه، وهيدهن برضه الجبس معاكم بتاع اوضه الضيوف. عاوز اقول لكم يا جماعه يا حبايب قلب، اما هو عمل وش البطانه بس بقى جميل واكنه مش شط. اما لما يخلي يعمل الوش الاخير بقى يبقى شكله ايه، يبقى عسل. والله عسل. بس ما نشوف بقى انت رايكم ايه، وهتعملوا ايه في الوش الاخير. عمل البطانه هو زي ما انتوا شايفين اهو، ما عادش اللون ده خالص. هو بيدهن الله. في الجبس يا جماعه زي ما انتوا شايفين اهو، بيدهن الجبس وخلص ايه البطانه بتاع السقف، ودخل برضه نزل ايه على الجبس زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعه. اول حاجه بيعملها بيبدا من فوق خالص وهو نازل، عشان ينسى اللي فوق خالص بقى، ما عادش ايه يطلع له تاني. طب بس هو يا احمد المنظره دي قط الضيوف كانت زيت والنفر بيغسلها. ماشي. ما النفر هو يعرف يغسلها ازاي بقى بعد الدهان؟ عامل جايب له جردل نص لمعه. يعني من النفر يكون عاوز يغسله برضه. البلكونه والصاله واوضه الضيوف التلاته زي بعض، والبتاع اللي كمان المطبخ، الاربعه دول زي بعض. كان النفر بيغسلهم كده وبيبقوا حلوين يلمعوا كده كمان، كانوا بالزيت، كانوا حلوين برضه، بس انا انا ما جايب لهم نقدرش جردل، بقى نزعلكم. جايب لهم جردل نص لمعه يوم. ما تحرمش منك هيبقى هم يا ومام ابني. برضه ما تقلقش يعني.
ما تحرمش منك يا رب، ماليش وخليك يا ماليش ابني. بركة الا انت يا ست كل، انت وابويا ربنا والله. يكبر بخاطرك يا ابني، يا رب. وخليك لعيالك ولشبابك. هو انت مفكر اللي انا عملته كنت بعمله الاول هبوظه دلوقتي؟ لا، ده انا بعمل لك احسن والله. هو انا الله, ليا بركة الا انت وابويا؟ الله يصلح حالك. احنا دلوقتي فين؟ في الصال. اه يا جماعة، بيخبط دخل برضه وش الصلاة. ايه، بطانة برضه فوق في السقف، وبعدين هو نازل يعمل الجبس برضه زي ما انت هتشوفه دلوقتي. هيعملوا ابيض برضه. الوش كل البطانة كلها تبقى بيض زي ما انتوا شايفينها. هيبقى بقى عشان نجوز الراجل نشوف العروسة جديد. لابو احمد بقى. الله انت موافق يخليه. يعني؟ انا موافق. يجيب مزة حلوة كده. من قلبك؟ امال يعني ورا ظهري. بجد؟ يشوفوا له بقى مزة حلوة كده له. خلاص المتابعين هم اللي يقولوا النهارده. نشوفوا مزة لابو احمد كده ايه. هو وضى بالبيت اهو، الشقة كلها بلاط ودهان. بقت شقة عروس. وسباكة ومطبخ كل جديد. حاجة، ومطبخ جديد وسباكة جديدة كلها وكل حاجة. ما يجيبش ليه واحدة جديدة وحلو. احنا خلاص راحت علينا بقى. ربنا يديك الصحة يا رب انت وابويا يا رب، الله ويخليكوا يصلح لنا يا رب. حالك، الله يفادك يا ابني ويكبر بخاطرك. يا رب. انت مش مخلينا محتاجين حاجة والله يا ابني. ربنا ما يخليك يا رب. نتحرمش منك ولا من دخلتك علينا ابدا يا رب. يا رب. الله يصلح حالك. يرزقك يا ابني برزق عيالك يا رب، انت وكل اللي سامعين يا رب. يرزقكم برزق عيالكم ويسترها معاكم في كل خطوة تمشيه يا رب، واصلح حالكم وحال كل المسلمين يا رب. واشفي كل مريض من مرضه يا رب، واشفينا واشفي السامعين يا رب، وخليهم وخلي عيالهم. بدأ يا جماعة ابو احمد يجيب الجردل الاخير، ومعاه ازازة صغيرة كده فيها اللون اللي احنا هندربه على الحيطة اهو. بدأ يحط في الجردل واحدة واحدة، واللون اللي انا عايزه اقول له خلاص يا ابو احمد انا عايز اللون ده اهو. بيقلب واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. خلاص كده قلبنا واخترنا اللون اللي احنا عايزينه على الايه، على الحيطان اللي انتوا شايفينها دلوقتي. اللون ده يا جماعة الرصاص الفاتح. انا دربت على اللون الرصاص الفاتح يا جماعة، الدرجة الاولى من الرصاص الفاتح اهو يا جماعة. ودي بطانة، اعرفوا اللي دي بطانة، لسه الوش الاخير. اتفرجوا على الوش الاخير بسم الله ما شاء الله، هتبقى حاجة تانية. بس انا بعرفكم بس اللي كل البيت هياخد بطانة. ايه رأيكم يا جماعة؟ طب ما الوش التاني خليه انت بقى رصاصي غامق شوية عندي. لا ده انا عايزه فاتح. اما اكون فاتح هم بوسع البيت بسم الله ما شاء الله، بخلي البيت مساحته واسعة. الله اللي انت عاوزين نعمله يا ابني. اهم حاجة انت تبقى مرضية. اللي تعمله كلته حلو يا ابني. هنا بقى الله يا جماعة يصلح بدأت حالك. اجيب فرشة صغيرة كده واساعد ابو احمد فين في الوزرة من فوق كده اهو يا جماعة. داير ما يدور عشان البتاع الرولة اللي مع ابو احمد ما بتطولش ايه الوزرة تحت. انا ببقى معايا فرشة صغيرة كده وادهن بقى، افضل ماشي كده واحدة واحدة على على البتاع اللي على الوزرة، اقعد ادهن فيه بس من فوق، مش هدهن الوزرة، هدهن من فوق الوزرة حاجة بسيطة كده. عشان البتاع اللي في ايده ما بطولش. اه ما بتطولش اه بصراحة. حلوة زي الفل اللي بيعمله، الله يعينه. يا رب. واصلح حالك وحاله وحال السامعين كلهم يا رب. ايد مع ايد يا ماما بتساعد. آه. الله يعينه ويرزقه يا رب. يا رب. هو واللي زيه. واسترها معاكم انا يا عاوزكم ابني. تبصوا يا جماعة السقفية لونها اهو، وتبصوا على اللون اللي الرصاص الفاتح، هو نسبة بسيطة حاجة بسيطة يعني، بس عشان ما تتخيلوش وتقولوا ده الرصاص الغامق، لا ده الدرجة الأولى من الرصاص الفاتح. واما تشوفوها هتحسوا اللي هي بيضة خالص. ما هي ساعة ما نشفت بقت زي ما تكون مبيض. لا ما انا عايز كده، ماشي غامق. والمتابعين عايزينها كده يا أم. ماشي يعملوا اللي هم عايزينه نعمله له. طبعا. احنا ملناش بركة الا هم حبايبنا دول، اللي يقولوا عليه نعمله له. ما نقدرش نزعلهم، حبايبنا ما نقدرش على زعلهم ابدا. انا عاوزهم يبصوا بس يعني البتاع السقفية هي باينة حاجة بسيطة بيضة ازاي، والجنوب رصاصي بس ايه الفتحة مش الدرجة الغامقة عشان تبقوا عارفين. حلوة زي العسلة. بيعمل في البلكونة وتحت البرامة هي ابو احمد دلوقتي بيعمل تحت البرام، هي هتظهر لكم هنا قوي هتظهر هنا عن السقف وعن الحيطان كمان. عشان هي قريبة، عشان الكاميرا قريبة. عشان هي قريبة بيضة. مش قوي يعني، حلوة وماشية زي مع العسل. البلاط. اه وكمان البرامة هعملها الرصاص الغامق، اتفرجوا بقى هتنطق الايه، البيت هينطق بسم الله ما شاء الله. ما انا بقول له هتعمل البرام، قال لا يا مرة تخليها اعمل. اللي انت كنت رحت جبت حاجة السباكة. ايوه طبعا انا اقدر انساها.
اصل انا كنت في المطبخ بقى بعمل اكل ما شفتكش. انا جبتها على طول ودخلتها الاوضه يعني عشان ما تتكسرش وكده. ايه قلت رايك؟ حلوة زي العسل يا. عايز اقول لكم يا حلو. جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله كان النقاش شغال، ابو احمد جوز اخت سماح الكبير كان شغال، وكان اتنين من بتوع الرخام كانوا شغالين بس بيعملوا لنا ايه درجات السلم والعتب، لسه ما عملوش المطبخ، هيجوا بكره باذن الله. وكمان ايه السباكه شغال. يعني السباكة. التلاته كانوا شغالين في البيت النهارده. اه. الحمد لله. العمال كانوا هنا والله الله يصلح حالهم. دي الحاجات كلها يا جماعه بتاع ايه، بتاع المطبخ وبتاع الحمام. الله يعينهم ويصلح حالهم ويرزقهم برزق عيالهم كلهم. الحمد لله. يا رب. هنا بدأ ووفق. السباك بقى يا جماعة دخل المطبخ زي ما انتم شايفين كده، بيبدأ بقى ايه يحوش المونة اللي حوالين الرباط اللي كان ايه قافله، عشان بقى يبدأ يعمل الحنفيات بقى ويعمل الخلاطات والحاجات دي. بيبدأ بالشاكوش واحدة واحدة كده، ويحوش المونة اللي ايه اللي لازقة على الماسورة واحدة واحدة كده عشان مفيش حاجة تتكسر. ده امبارح بقول له انت عملت ما خدتش الدش الجديد ليه عملت يا رمضان؟ ما اللي ما انا عملت يا حاج. ما هو لا هو عامل امال ايه. انا قلت كمان صغير كده قلت له انت ما عملتوش ليه؟ قال لي لا انا عملت. الله يبارك الله انت يا ام احمد. لا عمل وربنا يصلح الله حاله يا رب. يصلح حاله. الله يصلح حاله ويرزقهم برزق عيالهم كلهم. يا رب. واسترها معاهم يا رب يا رب. ومع السامعين. يا رب. ربنا يوفقكم يا حبايب قلب كلكم. ويصلح حالهم ويرزقهم برزق عيالهم يا رب. واطعم كل مشتاق للخلف يطعمه ربنا بالتوأم يا رب. واشفي كل مريض من مرضه حق جه النبي يا رب. واصلح حالهم بحال المسلمين. هنا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بدأ بقى يجيب القعدة ويركب بقى الحاجات بتاعة القعدة اهي، بتاعة الشفاط والحاجات اللي انتوا عارفينها بتاع القعدة يعني. اهو بدأ ايه يركب واحدة واحدة بالمسامير ويربط جامد. قلت له اهم حاجة عندي في السباكة مفيش حاجة تخر مية، مفيش حاجة تسرب مية خالص. قال لي ما تقلقش يا ابو مالك، هعمل لك اللازم والله. لا والله عامل كل حاجة حلوة. الله هو يصلح بصراحة حاله. تسلم ايده بصراحة. هو راسف عمايله وجدع. الله يوفقه ويصلح حاله يا هو رب. بربط كل حاجة قبل ما يربط ايه القعدة نفسها يا جماعة. ربنا يرزقهم برزق عيالهم يا رب. يا رب اللهم امين. وفاديهم كلهم وفاد كل السامعين يا رب. هنا بقى يا وفاديهم. جماعة دخل الحمام اهو بدأ يقص الماسورة عشان هو جايب وصلة تركب في الماسورة اللي هو ايه بيحف فيها دلوقتي، وكمان تركب في القعدة نفسها. وهنا كمان يا جماعة بدأ يركب الخلاطات اللي انتوا شايفينها دلوقتي، الشطاف والحنفية والحاجة بتاعة الدش. وهنا كمان الحاجة كمان بتاعة ايه بتاعة القعدة يا جماعة. حاجة زي العسل اهي. تسلم ايدك يا ابو مالك. ربنا يخليك يا ست ربنا الكل. يصلح حالك يا ابني وفديه. يا رب. واسترها معاك انت وهم يا رب وكل المستمعين يا رب. اللهم امين يا ست الكل. واصلح حالكم يا حبايبي يا اللي بتشتغلوا ويفديكوا ويرزقكم برزق عيالكم يا حبايبي. يا رب. وعينكم دي الرخام اهو بتاع السل. هنا بقى يا جماعة بدأنا ايه الراجل يجيب الرخام زي ما انتوا شايفينه كده ويرص واحدة واحدة، وكمان واقف على البرميل بره وبيقطع في الرخام عشان يشتغل ان شاء الله، بيعمل العتب وبعدين يعمل السلم. اول حاجة كده بيقص مناظر كده بيعملها في العتب يا جماعة هتشوفوها دلوقتي على البرميل، وبعد كده بايه وهو نازل كده بيعمل العتب بتاعت درجات السلم. اهو يا جماعة هو معلم بالقلم الاحمر اهو. ايه رايكم في العتب بصراحة؟ ده عاملهم جمال قوي. يعني والله حلوين. عاملينها ذوقهم حلو قوي والله جمال. ساعة ما تركبوا شكلهم حلو قوي. كل اللي شغال عندي اه. في البيت يا جماعة كلهم عيال صحابي. اه. اهو شوف عاملة بخريطة عاملها ازاي. والله وبينعمها كمان يا جماعة وبيصنفرها وبيعمل فيها كل حاجة. والله عاملهم زي العسل. والرخام جاي شكل البلاط. ما انا اللي مختاره عشان اه. يمشي مع البلاط. زي ايه رايكم في العسل النشا بتاعت الرخام يا جماعة ماشية اه. مع البلاط ولا لا؟ والله جميل. وبدأ هنا يا جماعة اهو يحط المونة ويرص بقى واحدة واحدة كده اهو المونة عشان يجيب العتبة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، وتقولوا ايه رأيكم في العتبة. ساعة ما بتركب مع البلاط بتبقى شكلها حلوة وجميلة قوي. وبيسقاها كمان اسمنت ابيض. الله يصلح حالهم يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يعينهم ويرزقهم يا رب. ايه رأيكم يا جماعة في العتبة؟ بسم الله ما شاء الله. اه. وشوف التخن. شوف شكلها حلوة ازاي وذوقها حلو. يعني انت مبسوطة يا ست الكل؟ اه والله مبسوطة يا ابني بكل حاجة جايبها. ذوقها حلو وتنقيتك حلو. يعني انت بصراحة كده ما بتقعدي مع ابويا دلوقتي بينك وبينه بتتكلموا في ايه؟
نقول ما نتحرمش منك ابدا يا ابو مالك، والله بكلمك جد. والله العظيم بنقول ما نتحرمش منك، ليه ما تقولش وخلينا كده؟ مش محتاجين اي حاجة، ربنا يخليك يا ست وخلى الكل. البيت زي الفول. ايه رأيك كمان؟ آه. ايه رأيكم يا جماعة؟ دي درج السلم زي العسلة. انا جايب الدرج السلم ماشي مع ايه؟ البلاط. والله ذوقهم حلو وانت ذوقك حلو برضه. آه. وهنا بقى ست الكل تسلم ايدك على الاكل اللي انت عملتيه بصراحة ما شاء اعمل الله. لهم، امال ما اعملهمش ليه؟ عاملين لنا فرخة محترمة كده يا جماعة، الله يبارك اللهم. ورز ومكرونة وبسلة وشوربة وليمون. تسلم اعمل ايدك يا ايه؟ ست الكل والله بصراحة. الله يبارك اللهم على ياكلوا فكرة يا يا حبايبي. جماعة ست الكل كل يوم لحمة، فراخ، سمك، ولا ايه يا ست الكل؟ بألف هنا وعافية ليهم اللي ياكل. الله يبارك اللهم. ده انا بعد اقول لها اعمل لنا يوم معمر كده بطاطس مقليه، قالت لي ما ينفعش لا الحاجات دي، يبقى بيني وبينكم كده، اما لا نزل يا، غريبه ما ينفعش، لازم نعمل لهم لا ما زفر. ده انا اعمل لهم احلى اكل واحلى حاجة ماليش بركة الا هم. ربنا يصلح حالك يا ست الكل. بتعبوا لهم، ما بنبهمش الا لقمتهم. يا رب ربنا بس يخليهم ويفديهم لعيالهم ولشبابهم. يا رب يا رب. بألف هنا وعافية للي ياكل. اللهم امين يا انا رب. ما بيهمنيش، عندي الخير وعندي كل حاجة. مع السلامة. مع السلامه يا جماعه.